السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله اليوم 160 في عمر الفراخ بتاعتنا، الفراخ البلدي والفراخ البياض يا جماعة. والناس اللي بتسأل بتقولي احنا عاوزين نعرف هو ايه اللي بيخلي الفراخ معاكي تفضل تبيض على طول. لان في فراخ ياما اليومين دولت راكنة خالص ما بتبيضش ومفيش اي حاجة جاية معاها ومش عارفين نتصرفوا معاها ازاي. بصوا يا جماعه، اول حاجه احنا بس بنتابع فيها ان انا كل فتره بجيب لهم علف بياض، والعيش برضو بيحمي معاهم شويه، ولو عندي كرده بتحمي معاهم شويه. واحنا عملنا خلطات قبل كده كتير على القناه، فممكن تشوفوها وترجعوا لها تاني. لو حد محتاج خلطات من اللي فاتت برضو ممكن ابعت لكم اللينكات بتاعتها وتشوفوها. بس في مكون اساسي معايا انا بدأت فيه بقالي شهرين وماشيه بيه ومكمله ومش ببطله خالص. المكون ده يا جماعه اللي هو ديكال ب12، ده مش ببطله خالص وبحطه مع الميه اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه. الازازه دي كل الوصفات والحاجات اللي انا عملتها لهم مش بوقف الازازه دي، كل السر في الازازه دي. الحمام بتاعي برضو جه في مره وركن شويه، اشتريت له الازازه دي. كل الحمام كان بيبيض، يعني عاوزه اقول لكم ان كل الحمام اللي انا شاريه بيض مع بعضه مفيش ولا واحده فيهم ما كانتش بتبيض. الديكال ب12 ده يا جماعه بنجيبه من عند الصيدليه البشريه، مفيد خالص وكويس وبيجيب معاكي انتاج كويس خالص، وبسم الله ما شاء الله عليه هيخلي الحاجه تنتج معاكي وتنتج كويس. فانت ما تكسليش عنهم وهاتلهم الديكال ب12 ده، هيفرق معاكي وهتشوفي نتيجه كويسه خالص. الفراخ ما بتقطعش بيض الا لما تبقى مثلا سقعانه، ناقصها كالسيوم، الاكل بتاعها مش كويس. اهم حاجه تهتمي بالاكل بتاعها وتهتمي ان انت تجيبي لها الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي، ديكال ب12 والخضار، الحاجات اللي احنا بنقطعها مع بعض كل يوم وبنعرفها لكم. وكل يوم ان شاء الله هتشوفوا الوصفات الجديده وهقول لكم على كل حاجه اول باول. لو برضو لو مع الديكال ب12 ده رحتوا الصيدليه البيطريه وحبيت تجيب لهم حاجه للفراخ فيها كالسيوم، جيبي لهم وما تتاخريش عليهم. وهم لما تجيبي لهم حاجه من ديت هينتجوا معاكي ومش هيقلوا من البيض. اهم حاجه بس ان انت تكوني بتاكليهم كويس، مش ان انت بتدي لهم ادويه وخلاص. مثلا ديكال ب12 ده حاجه مش مضره، احنا بنديها للاطفال وفي نفس الوقت معاه نعمل نحط الاكل بتاعهم بكفايه علشان خاطر يفضلوا ينتجوا معاكي نتاج كويس. زي ما انت شايفه اهو نحط لهم اكل بكفايه قدامهم. طبعا انا استعجلت حطيت لهم العيش ده من غير ما نكمله تكسير لان هم كانوا جعانين جدا. ان شاء الله يجيب معاهم نتيجه كويسه ويجيب لهم من الاخر يعني وكده. ان شاء الله الفتره برضو اللي جايه ديت هنعمل لهم حاجات كتير ونعمل لهم خلطات كتير، وهتشوفوا معايا كل حاجه وهنعمل لهم يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.